اجي غنوقف قضيه المستشفيات وغنعاود لكم غير هذا الويكاند اشنو طرا. راكم غتحلوا فمكم، راه غتهربوا من المغرب، راه غادي نتفهم شي واحد عنده الفلوس وعنده الوضعيه الاجتماعيه مريحه في المغرب وكيمشي يصاوب براقه برا وكيزيد في حالاته. مرتو كما قلت ذاك النهار كتبغي تولد كيديها لبرا تولد، تمشي لاوروبا ولا امريكا الشماليه. ولادو كيصيفطهم لبرا. عرفتوا علاش؟ الصحه العموميه والسبيطارات. غنعطيكم واحد امثله. واحد الوليد عنده 10 سنين في مدينه القليعه هنايا في اكادير، كيلعب بشكليطه جويه ل5 ديال العشيه، سميتو وليد. هذا الوليد طاح وتقرضات ليه يدو، ماشي تهرسات، تقرضات دارت بقات شاده غير اللحمه. الاب ديالو خراز ما فحالوش، هزو داك الوليد ومشاو كيجريو به للمستعجلات ديال سبيطار دين زكان. خلاوه تما، يلاه سبيطارين زكان. وهذا قالوا ليه شوف الراديو ما كاينش، تصوروا معايا مستعجلات سبيطارين زكان. السيد العامل الرساله اليكم، ما كيفاش يمكن لك تنعس، كيفاش يمكن لك تمشي للعمل ديالك وتركب في مرسيدس. وهذا المواطنين في سبيطارين زكان الراديو قالوا لهم ما خدامش، وقالوا لهم الطبيب ما كاينش، مستعجلات. قالوا لهم ولدكم غير سيروا ديوه لشي بلاصه. ما فحالهمش الناس. خرجوا من تما كيقلبوا فين غنديو ما فحال، ما عندهمش طوموبيل، ما عندهم والو، ولدهم مقروض، كيشوفوا ولدهم مسكين كيغوت بالحريق. شي عسكري قال لهم سيروا للمستشفى العسكري. هزوا طاكسي ومشاو كيجريو للمستشفى العسكري. المستشفى العسكري قالوا لهم ما كنقبلوش الاطفال، ما عندهمش فلوس هما باش يمشيو للكلينيك ولا شي حاجه. هزوا ولدهم مشاو لواحد الكلينيك فين زكان. دخلوا لتما داروا لهم الراديو، قالوا لهم 14000 ريال. مشاو كيجريو. السيد راه عنده لامو. هنا باش كنتكلم مع الحكومه اللي كتكلم لنا على الدوله الاجتماعيه ودرنا، وكيجي داك مهبولانا الوزير ودرنا. انا نعطيك مثال بسيط. 14000 ريال هو عنده لامو. من المفروض الراديو يكون خدام في المستعجلات ولا في السبيطار ديال انزكان ويجبد لاكارت لامو وما يخلص حتى ريال ويمشي في حالاته والدوله بيناتها تقاد امورها. لا ما كاينش هادشي، بلاتيو. قال لهم 14000 ريال. مشى الاب كيجري كيقلب العائله الصحاب، جمع ديك 14000 ريال داها لهم، خرج ولده. لان قالوا ليه الا بغيتي تفتح ليه في ديك الكلينيك 1.5 مليون. البو كانت غتجيه الدوخه من يسمع 1.5 مليون و14000 ريال وجمعها كيتسلف. هز ولده ومشاو كيجريو للمستشفى الحسن الثاني. واسمعوا مزيان، مستشفى الحسن الثاني اللي هو ملقب عندنا بمستشفى الموت. دخلوه وقالوا ليه شوف بعدا خلاوه تما من شهور. جات عنده واحد الطبيبه، شوفوا الهبال والحماق كي داير. جات عنده واحد الطبيبه متمرنه، راه ماشي اخصائي في العظام ولا شحال، لا طبيبه متمرنه. تهرس، غنعطيك ورقه وغتمشي تشري القبص وغتشري المستلزمات وهذا، ولكن العمليه ما غنديروها حتى نهار الاربعاء. هادشي راه نهار السبت هو في الجمعه، صبحوا لي الجمعه هو في سبيطار حسن الثاني حتى الاربعاء، يعني غيبقى الجمعه والسبت والحد والاثنين والثلاث والاربعاء. وقالوا ليه الا وصلتك النوبه، الا ما وصلتش راه تدخل الخميس ولا الجمعه العمليه. السيد كنقول لكم يدو ما مهرساش، مقروضه دايره صافي شاده غير اللحم. الاب تلف، واحد اش غندير كيفاش ومصيبه هذه. هو قالوا ليه هادشي اللي كاين. خرج ولده والسيد تلف به الارض ومشى لواحد الكلينيك حدا سبيطار حسن الثاني. والناس كيعيطوا هذا، قالوا ليه شوف راه ما فحالوش. وهذا ديك الكلينيك دارت ليه 7000 درهم وكل شيء من عندهم، مع العلم ان سبيطار حسن الثاني قالوا ليه غتجيب كل شيء المستلزمات، القبص، الحديد، الدواء، ليبرا، شي المهم كاع داك التخربيق لصالح سبيطار حسن الثاني. لاش رئيس الحكومه اغنى رجل في المغرب اللي هو رئيس جماعه اكادير ما عمره قدر يمشي لمستشفى حسن الثاني غير يتبرع شويه بفلوس، غير يترحموا ليه على والديه ويدعيو معاه غدا الا مات يلقى غير شي حسنات. ما كنفهمش كيفاش والي جهه سوسماسه، انا قلت هادشي نقولوا ما فراسوش، هو عايش في واحد البرج من العاج، ما فراسوش هو سمعها. من المفروض السيد الوالي غادي يعيط لهذا الاب ويقول له اجي اسيدي استقبلوا في المكتب ديالو، اش داز عليك، شنو طرا عليك وهذا كيفاش، وغادي نهز طوموبيلتي وانا كاعي، انا والي، انا مقلق، ونمشي لمدير المستشفى. غادي نهز نعيط للمدير الجهوي للصحه، اجي لاله انت جالسه كديري عندي هنا في هذه المدينه هذه، ياك ما كدوزي معايا كونجي، ياك ما مرتاحه، راه ما كاينش الناس اش عندهم ما عندكش شنو تقلعي، ما قدرتيش تضغطي على الوزاره ديالك وتوفري المستلزمات في سبيطار حسن الثاني للمواطنين، حيدي عليا.
اجي السي المدير الاقليمي اش جالس كدير هنا المدير هذا. وكتعرفون لما مشيت للمستشفى اطباء كيتشكاو كلشي كيتشكى، ظروف العمل ما كايناش، لا دواء لا مستلزمات لا ظروف العمل لا بلوك اوبيرات، قاعه العمليات غير مؤهله باش دير العمليات. لا 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 لا, لا. كيقول لك واش غنديروا شو على حاله تسيب. المهم الاب هز ولده وليد مشاو لهذا 7000 درهم عطاهم لامو، قالوا له غتخلص 3300 درهم هذا اللي غتخلص انت. بدا كيجمع في 3300 درهم كيتسلف ويتقاتلوا هذا. مشيت لحقت عليه الكلينيك، درت اللي خصو يدار داكشي اللي قسم الله. العمليه الحمد لله دازت مزيانه، وهزيت الاب ومرته ووليد في يمكن 9 ديال الليل ديال نهار السبت ولا كاع اكثر، ووصلتهم للدار ديالهم طوموبيلتي لان كانوا عاد يقلبوا على طاكسي وهما مزلوطين، وزيدها بهادشي وصلتهم في سبيل الله. وانا اتحسر على الصحه العموميه، وهذه الصحه العموميه اللي ما كيدوي عليها لا الاتحاد الاشتراكي ولا الاحرار ولا كاع الاحزاب ولا حتى شي واحد ما كيدوي على الموضوع اللي كيقيس المواطن المغربي في العيش ديالو اليومي. حادثه سير نهار الجمعه، جوج غاديين بالموطور، خرج لهم واحد من ستوب، حرق ستوب، ضربوه، واحد في الكوما، طاح في الكوما، عيطوا عليا سيطاو الجنيه وهذا. مهم كوما. سياره الاسعاف جات واحد 10 حتى 13 دقيقه من بعد. مزيان لما وصلت السيد ما كانش داير الكاسك، اللي داير الكاسك راه نجا، اللي ما دايرش الكاسك لها عنده تروماتيزم كرانيان. جات الوقايه المدنيه غادي يهزوه هو والسيد الاخر اللي داير الكاسك ما طرا لي والو في راسو، ولكن بلا تسمعوا هزوهم. اولا كيفاش الوقايه المدنيه غتهز هذاك عنده تروماتيزم كرانيان وما معروفش واش مهرس من ظهره من العنق ديالو ولا شي حاجه. هذه بلادنا حنا اللي بغينا ننظموا كاس العالم، حنا اللي بغينا ننظموا كاس افريقيا. واسمعوا مزيان، الوقايه المدنيه جات في ديك الطوموبيله ديال نقل البضائع، نزلوا هزوا هذاك حطوه في الوقت اللي خاص يجي طبيب المستعجلات يدير واحد التشخيص الحاله الصحيه ديال هذاك السيد اللي خرج ليه الدم من ودنه وهذا، ويشوف واش خصو يتنقل هكاك ولا خصو ان برونكار خاص، واش خصو لي موبيليزاسيون ديالو اللي ما داروش ليه الوقايه المدنيه. غاديين كيجريو بها الضوضات دك 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 مسكين، وصلوه للمستشفى الحسن الثاني وصلوه الاخر. هذاك اللي كان داير الكاسك داروا ليه قال لك الراديو وقالوا له نوض على سلامتك راه ما عندك حتى حاجه، السيد كيحس بالحريق. المهم الاخر داروا ليه التنفس، هذا طاق برونشا ودخلوه لدي شوكاج. مزيان كيقلبوا على الطبيب، قالوا ليه الطبيب ما يجي حتى الاثنين، طبيب مختص في الوقت اللي كان خاص لومبيلونس جايه، السيد في الانعاش، الطبيب اللي كاين في لومبيلونس خاصو يلقى الاخر كيتسناه ويعطيه الحاله الطبيه وياخذ عليه باش داك الشاب ما يموتش. لا والله ما تسوق ليه حد، داروا ليه البرونشمون دفعوه خلاوه تما تيشوفوا الطبيب غيجي نهار الاثنين. الطبيب كيدوز الويكاند، حنا عندنا الطبيب كيدوز الويكاند ما يجيش على قبل يموت اللي بغى يموت. وهذه واحد الكارثه اخرى وملف واحد اخر، ناس كيموتوا في حوادث السير ولا في شي حاجه ومن بعد كيقول لك الحادثه ولا هذاك اللي ضربوه ولا هو اللي